السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو قاعد في يوم حاسس إنك حران، كل اللي بتعمله إنك بتمسك ريموت التكييف وتشغله، أو حتى تقوم تشغل المروحة. أي مكان بتروحه دلوقتي بتلاقيه مكيف، سواء بقى في الشغل، رايح مصلحة حكومية تقضي حاجة، أو راكب حتى قطر أو أتوبيس أو عربية خاصة. لدرجة إن بعض الأماكن المفتوحة دلوقتي بقى فيها أنظمة تكييف بتبردها. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، يا ترى الناس زمان كانوا عايشين إزاي في الحر ده؟ ما كانش عندهم ولا تكييف ولا مروحة، ما كانش عندهم حتى كهرباء، ولا الجو أياميهم ما كانش حر زي أيامينا؟ زمان أول وسيلة الناس كانت بتستخدمها علشان تتعامل مع الحر هي إنهم ينتقلوا من المكان اللي هم فيه ويروحوا مكان تاني أقل شوية في الحرارة. في أشهر الصيف كانوا بيسيبوا بيوتهم ويروحوا يقضوا الصيف وهم بيمارسوا الصيد على شواطئ البحار أو الأنهار القريبة منهم. منها إنهم يوفروا لنفسهم مصدر أكل من الأسماك اللي بيصطادوها، ومنها إنهم يهربوا من الحر. وبعد ما أشهر الصيف تخلص بيرجعوا بيوتهم مرة تانية ويمارسوا الحرف التقليدية اللي هم بيعملوها، وليكن الزراعة. والموضوع مع الوقت بدأ يتطور، والعائلات بدأت تبني لنفسها أكواخ عند الشواطئ والأماكن الساحلية علشان ينتقلوا ليها بشكل دائم في فصل الصيف، حاجة زي فكرة المصيف اللي احنا بنطلعه دلوقتي. المصريين القدماء مثلا، بالرغم من إن العاصمة ومركز الحكم في معظم الأوقات كان في الجنوب زي طيبة ومنف وغيرهم، إلا إن الأسرة الملكية كانت بتقضي أوقات الصيف في قصور تم بنائها في المدن الشمالية من مصر لأنها كانت أبرد من الجنوب. وكانوا بيقضوا وقت كبير في المراكب الملكية اللي تتحرك في نهر النيل علشان يستمتعوا بالنسيم والحاجات الجميلة دي كلها. وعندك في الصين الأباطرة خلال أسرة تشينج كانوا بينتقلوا مع عائلاتهم في الصيف للمنتجعات بتاعتهم اللي كانت بتتبني لهم مخصوص على قمم الجبال والأراضي المرتفعة، لأن الحرارة هناك بتكون أقل. لكن قبل ما حد يعترض، أنا عارف إن فكرة الانتقال من مكان للتاني ما كانتش سهلة وكانت مكلفة، ومش كل الناس أباطرة أو ملوك، وعلشان كده ما كانش بيعمل الموضوع ده غير النخبة الأثرياء فقط. أما بقى عامة الناس ما كانش عندهم إمكانية يعملوا ده، وعلشان كده كانوا بيحتاجوا أفكار تانية يواجهوا بيها الحر بدل ما يهربوا منه. أول حاجة الناس العادية كانوا بيعملوها علشان يواجهوا الحر هي إنهم يعدلوا الهدوم بتاعتهم. المصريين القدماء مثلا كانوا بيلبسوا في الصيف ملابس خفيفة من الكتان، والرجالة كتير وخصوصا العمال والجنود ما كانوش بيلبسوا أي حاجة من فوق، كانوا بيستخدموا حتة قماش كده بس بيلفوها حوالين وسطهم. ده غير بقى ظهور المراوح اليدوية. المراوح اليدوية في البداية كان بيستخدمها الملوك والأثرياء، لكن بعدها انتقلت لعام الناس وبقت جزء من الثقافة الشعبية، خصوصا المراوح القابلة للطي. طبعا خلال فترة النهار كانوا بيقفلوا الشبابيك كلها علشان ما يدخلوش حرارة، وفترة الليل كلها يفتحوها علشان يدخلوا هواء بارد. واحدة كمان من الحاجات اللي الناس عملوها زمان علشان يواجهوا بيها حر الصيف هي تخزين التلج. الأماكن اللي كان بيظهر فيها تلج في الشتاء كان الناس بيروحوا للبحيرات المتجمدة ويقطعوا منها كتل تلج وياخدوه يخزنوه عندهم في مخازن التلج، واللي كانت بتبقى عبارة عن غرف مقفولة محفورة تحت الأرض، جدرانها سميكة جدا مصنوعة من الحجارة ومعزولة بالقش ونشارة الخشب علشان تحافظ على التلج جواها من غير ما يسيح. والتلج كان بيستحمل في المخازن دي شهور كاملة، فلما يجي بقى فصل الصيف ياخدوا التلج اللي هم مخزنينه ويرطبوا بيه الجو. موضوع تخزين التلج ده لفترة طويلة جدا كان مقتصر بس على الناس اللي عايشة في المناطق اللي فيها تلج في الشتاء، أما باقي دول العالم ما كانش عندهم الاختيار ده. وعلشان كده في تلاتينيات القرن ال19 مجموعة من رجال الأعمال في أوروبا وأمريكا فكروا إنهم يتاجروا في التلج. فكرة غريبة جدا في الوقت ده، كانوا بيبعتوا عمال للمناطق المتجمدة في الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية والنرويج وغيرهم، ويخلوهم يقطعوا الجليد على شكل مكعبات ويخزنوها في مخازن التلج دي، وبعد كده يشحنوا المكعبات دي على السفن أو على خطوط سكة حديد بعد ما يغلفوها كويس بنشارة الخشب، وبعدين ياخدوها يوزعوها على التجار في أوروبا وبعدين للمستهلك. والشغلانة دي اشتهرت في أوروبا لدرجة إن بقى اسمها تجارة الجليد، وبدأ الناس يستخدموا مكعبات الجليد دي في تلطيف الجو وكمان يعملوا منه مشروبات باردة.